5 مراحل هتمر بيهم وانت بتتعلم برمجة، والمرحلة الثالثة لازم تكون مستعد لها. مرحلة الحماس، قررت تبدأ خلاص والحماس للسما وخلاص هتولع الدنيا، والمرحلة دي بتكون حلوة جدا بس حاول تحافظ عليها على قد ما تقدر. مرحلة اللخبطة، المرحلة دي هتلاقي نفسك تايه وفي مفاهيم كتير في البرمجة مش فاهمها، بس عايز اطمنك واقول لك مع الاستمرارية كل المفاهيم دي هتكون لعبة في ايدك. وبالمناسبة كورس البرمجة على اليوتيوب شارح فيه مفاهيم البرمجة قبل كتابة اي كود، خش هتستفيد جدا. مرحلة الإحباط، والمرحلة دي هي اللي لازم تكون مستعد لها جدا عشان لما يجيلك الإحباط من كتر المشاكل والكود اللي مش راضي يشتغل وكتر المصادر المتاحة قدامك. نصيحتي ليك لما يجي في دماغك جملة البرمجة مش ليك، عايزك تكمل وتصبر وما تستسلمش للمرحلة دي. فهمت اللعبة، في المرحلة دي هتلاقي الكود بيشتغل والمشاكل بتقل مع الممارسة والتطبيق الكتير، وإنك فهمت الأساسيات صح وبدأت تعمل مشاريع كتير وفعلا فهمت اللعبة، وساعتها بتحس بجنون العظمة. مرحلة الإدمان، ودي آخر المراحل اللي بتمر بيها، إدمان الكود والبرمجة، وهنا كل خطوة بتنجح فيها بتخليك عايز تكمل أكتر وتوصل لحلمك. ابدأ دلوقتي وما تخليش الشغف يحركك، واعمل لايك وفولو لو عايز تستفيد أكتر في مجال التك والبرمجة.